ريال مدريد داخل على أخطر 40 يوم بهذا الموسم ويمكن يصير زلزال. مستقبل ألونسو على المحك وغرف الملابس مولعة وبيريز خارج ريال مدريد. الفريق داخل على مرحلة ضغط مرعبة، 4 مباريات قوية برا أرضه. بعد الكلاسيكو الفريق مستواه نزل، خسارة من ليفربول وتعادل مع فايكانو مع أداء سيء، وهيك رسميا أول مشكلة داخل عليها تشابي ألونسو بوقت حساس كتير بالموسم. بس المشكلة مو بس بالأداء، المشكلة إنه فجأة طلع خبر أخطر من النتائج نفسها، وهو تنحي بيريز قبل نهاية ولايته اللي بتخلص ب 2028. هذا الخبر هز السوشيال ميديا وجماهير ريال خافت من رحيله. الصحف الإسبانية طلعت ونفت هالأخبار وقالت بيريز مكمل، والزلمة عم يخطط يرفع أرباح النادي وعم يدرس تقسيم الملكية 51% للأعضاء و49% للمستثمرين. بس السؤال ليش هيك خبر طلع بهذا الوقت وبالتوقف الدولي؟ الإصابات الكبيرة مثل كورتوا اللي شايل الفريق واحتمالية إصابة كيليان مبابي واللاعبين اللي ما سافرت، ألونسو زود لهم التدريبات بطريقة مرهقة. توتر وخلافات داخل غرفة ملابس ريال مدريد، ومبابي طلع وقال بريال مدريد لما ما بتفوز الناس رح تحكي كتير، وقال كمان الوضع بالريال مش مثالي بس مش أحسن شيء، يعني متصدرين الدوري وضمن التوب 8 بدوري الأبطال. السؤال الأهم، هل ريال مدريد رح يقدر يخرج من هذا الضغط ولا رح نشوف زلزال يضرب ريال مدريد وألونسو؟